في الوقت ده من كل سنة بيبدأ آلاف الطلاب رحلة الثانوية بحماس شديد، ولكن مع طول السنة كتير من الطلاب بيقع في نص الطريق وبيفقد الشغف والقدرة على المذاكرة. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن شوية حاجات تبدأ بيهم رحلتك في الثانوية وتواظب عليهم، حتى لو وقعت في نص الطريق تقدر تقوم تاني وتبدأ من جديد وتطلع من السنة دي محقق اللي أنت عايزه بإذن الله. أهم حاجة ما تنساش تكمل الفيديو للآخر عشان تستفيد، ويلا نبدأ. اول حاجه كده عايزك تعرف ان احنا اي فعل بناخده او اي تصرف بناخده فهو بيبقى نابع الاول من افكار في دماغك، ولذلك في شويه افكار كده لازم تكون حاططها في دماغك من اول السنه عشان ترتاح بعد كده. اول فكره معانا وهو سؤال بيدور في بال كتير مننا، هل الثانويه مهمه فعلا؟ الاجابه ايوه، الثانويه سنه مهمه جدا، ولكن طبعا بعيدا عن الهاله اللي بيعملها مدرسين الثانويه والاهالي على السنه دي وانها نهايه العالم وكده، والناحيه الثانيه برضو من الناس اللي بتسفه من السنه دي، ولكن هي فعلا سنه مهمه جدا وهتغير كتير من شخصيتك وتفكيرك، ولكن طبعا مش من المناهج اللي بتاخدها، ولكن من المواقف اللي بتتعرض لها في السنه دي، خصوصا مثلا في فتره الامتحانات والنتيجه. وغير كده حتى لو قلت لك يا سيدي انها مش مهمه، ايه البديل يعني؟ ما انت هتضيع وقتك في كلام فاضي، فانت حرفيا في السنه دي ما وراكش غير المذاكره، فذاكر يا عم واعمل اللي عليك. خليك عارف برضو ان الثانويه مش بتقيس مستوى ذكائك، ولكن بتقيس مستوى اجتهادك وصبرك على المذاكره حتى لو انت مش قادر. يعني تقدر تقول كده ان الثانويه صوره مصغره من التحديات اللي هتقابلك بعد كده عموما في حياتك. تاني فكره معانا وهي دافع الاستمراريه. لازم تعرف كده في البدايه ان السنه دي طويله جدا وهيجي عليك اوقات هتزهق من المذاكره ومش هتبقى طايق حتى تبص في الكتاب، وبالمناسبه كله بيتعرض للظروف دي حتى اوائل الجمهوريه نفسهم، ولكن الحاجه الوحيده اللي هتخليك تقوم وتكمل هي الدافع والهدف اللي انت عايز توصل له. فانت دلوقتي بعد ما تخلص الفيديو ده تقوم حالا وتجيب ورقه وتكتب عليها الاهداف اللي انت عايزها من السنه دي. مثلا عايز اجيب 95%، اكتب. عايز مثلا افرح اهلي، اكتب. فالخلاصه اكتب براحتك ايا كان الهدف اللي انت عايز تحققه، لان وقت ما تتعثر هو الدافع ده اللي هيخليك تقوم وتستمر. ثالث فكره معانا وهي هل اولى وثانيه بتاثر على ثالثه؟ في الحقيقه لا، ما بتاثرش نهائي. مناهج اولى وثانيه منفصله تماما عن مناهج ثالثه، اللهم الا مثلا بعض الحاجات زي النحو في العربي والانجليزي، دول بيبقى فيهم حاجات تراكميه ممكن تجمعهم لو قابلوك على مدار السنه سواء في الحل او في الشرح. فالخلاصه يعني ما تحطش في دماغك انك لو ما ذاكرتش كويس سواء في اولى او في ثانيه ان ده هيأثر على مجموعك في ثالثه. انت كده كده بتخشوا كلكم السنه دي مش فاكرين حاجه اصلا. رابع واخر فكره معانا وهي ماراثون الثانويه. طبعا انت ممكن تكون سمعت الكلمه دي من ناس كتيره، ولكن فعلا الماراثون هو ابلغ تشبيه للثانويه. طب هو ايه الماراثون ده اصلا؟ الماراثون ده يا سيدي بيبقى سباق جري لمسافات طويله، يمكن مثلا 30 او 40 كيلو، فهو مش بيقيس سرعه الجري بس، لا طبعا ده بيقيس حاجات تانية زي الصبر والتحمل، لانه لو بيقيس سرعه الجري بس فاللي بيبدا الماراثون ده مش هيقدر يكمل حتى 5 كيلو بنفس السرعه وهيهبط ومش هيكمل اساسا. فالثانويه اشبه بالماراثون بالظبط، فهي مش بتقيس سرعه مذاكرتك ولكن بتقيس قدرتك على التحمل انك تذاكر حتى لو فترات قصيره وتستمر عليها وتزودها بالتدريج في اخر السنه. وزي برضه ما اهم مسافه في الماراثون هي اخر كام كيلو، فبرضه اهم فتره في الثانويه هي اخر فتره. ولكن هل معنى كده انك ما تذاكرش خالص دلوقتي وتبدا مذاكره من نص السنه؟ لا طبعا، المقصود هو انك تذاكر اول باول وتعمل اللي عليك من اول السنه، ولكن ما تستهلكش طاقتك كلها في اول السنه، وحاول تحافظ عليها لاخر كام شهر لان دي اهم فتره. وكده والحمد لله نكون حطينا الافكار والقواعد اللي لازم تكون واضحه في ذهنك، وده علشان تعرف ايه الهدف من السنه دي وازاي تكمل فيها. تعال بقى نتكلم عن الحاجات اللي قلنا عليها في اول الفيديو. اول حاجه وهي النوم. لازم تعرف ان اليوم الجيد دايما بيبدا بنوم جيد، فلازم اهم حاجه تعملها خلال شهر 8 انك تثبت مواعيد نومك. طبعا هو الافضل انك تنام بعد العشاء وتصحى الفجر، خصوصا كمان ان النهار طويل جدا الايام دي، ولكن في ناس كتير بتتاخر في النوم وما بتعرفش تذاكر غير بالليل، ففي الحاله دي ما فيش مشكله خالص. المهم ان يكون مواعيد نومك ثابته ايا كان الوقت اللي بترتاح فيه. ثاني حاجه معانا وهي لازم تعرف ازاي تذاكر صح من اول السنه. في فيديو بعنوان تعلم كيف تتعلم على قناه دروس اونلاين، الفيديو ده مهم جدا خصوصا كمان للطلبه اللي ما كانتش بتذاكر كويس في اولى وثانيه. فانت هتعرف في حاجات كتيره جدا هتدخلك في مود المذاكره بسهوله، زي انك ازاي تستقبل المعلومه، ازاي تحفظ بسهوله، ايه فايده الحل مثلا. فانا بنصحك جدا انك تسمع الفيديو ده في اول السنه وتاخد ملاحظات، والاهم من كده انك تطبق الكلام ده في مذاكرتك. ثالث حاجه وهي لازم تتحكم في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي اكتر حاجه حرفيا بتضيع وقتنا. يعني الواحد لما يجي يفتح الموبايل عشوائي كده ويكون في دماغه انه هيقعد دقيقه ولا اتنين، ممكن يقعد يفر ويلاقي نفسه عدى الساعه والساعتين في ثانيه، فهي حرفيا لعنه. فانت لازم تحاول تقلل استهلاكك من السوشيال ميديا بقدر الامكان، وانا عارف اكيد ان الموضوع مش سهل خالص، فنصيحتي ليك انك تاخدها بالتدريج. يعني ايه؟ يعني لو بتقعد على السوشيال ميديا 10 ساعات، معلش خليها 8 الاسبوع ده، وخليها 5 الاسبوع اللي بعده، وخليها 3 أو 4 في الاسبوع اللي بعده، وهكذا بقى لحد ما تتعود انك تقعد فتره قصيره وتحافظ على وقتك.
وطبعا في تطبيقات زي الانستا والتيك توك دول شيلهم خالص، ما لهمش اي 60 لازمه. رابع حاجه وهي الدروس. طبعا كالعاده السؤالين اللي بيتسالوا في حته الدروس دي هو اروح كام درس في كل ماده، واروح اونلاين ولا اوفلاين. بالنسبه لاول سؤال وهو تاخد كام درس في الماده، بيتهيألي درس واحد كافي جدا، واي حاجه مش فاهمها عندك اليوتيوب هتلاقي عليه كل حاجه. فصدقني اضرار انك تروح درسين في ماده واحده اكبر بكتير من فوائدها، خصوصا كمان لو انت عندك مواد كتيره زي طلبه الازهر مثلا، لان انت هيبقى قدامك حل من اتنين: لا اما تهتم بالماده دي على حساب المواد التانيه، يا اما هتزهق منها وتهملها وتقول ما انا بروح فيها درسين وخلاص. ثاني سؤال بقى وهو اروح اونلاين ولا اوفلاين. والله ده بيعتمد على شخصيتك. يعني اكيد الاونلاين مميزاته اكتر بكتير من الاوفلاين، ولكن اكبر مشكله في الاونلاين هو انه عايز شخص ملتزم. فلو انت تعرف تلزم نفسك على المذاكره وتذاكر لوحدك يبقى الاونلاين افضل طبعا. اما لو مش هتعرف تذاكر لوحدك ومحتاج حد يتابع معاك، فاكيد طبعا الاوفلاين هيبقى افضل، وخصوصا كمان المجاميع الصغيره بدل السناتر اللي بيبقى فيها الاف الطلاب دي. وبنصحك برضو يعني لو هتاخد دروس اونلاين خلي درس او اتنين اوفلاين عشان الجانب الاجتماعي وانك تشوف زمايلك وكده. خامس واخر حاجه وهي ان عايز اقول لك بلاش تشغل بالك خالص بالنتيجه، وتفائل وخلي كل تركيزك في انك تعمل اللي عليك، وده علشان تبقى راضي عن نفسك سواء جبت المجموع اللي انت عايزه او ما جبتوش، وعلشان تقدر تطلع من السنه دي سوي نفسيا باذن الله. وبس كده، شارك الفيديو ده مع كل زمايلك وربنا يوفقكم ان شاء الله وتحققوا اللي بتتمنوه، ودمتم في امان الله.